حبس توفيق عكاشة، قضية ب20,000 جنيه بس بتعمل كل ده. ازاي إعلامي معروف يوصل إنه يتحكم عليه بالسجن بسبب مبلغ يعتبر صغير بالنسبة للبعض؟ ايه اللي حصل بالظبط، وهل ده حكم نهائي ولا في تطورات تانية؟ القصة دي مش عادية خالص، وخلال دقايق هتفهم كل حاجة بالتفصيل. قبل ما نبدأ، لو شايفين ان الفيديو ده مهم وعجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد قبل اي حد تاني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بالفيديوهات كلها. وما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان الكل يعرف الحقيقة. في واحدة من القضايا اللي شغلت الرأي العام في مصر، محكمة أسرة مدينة نصر أصدرت حكم بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة شهر. السبب هو امتناعه عن سداد مبلغ 20,000 جنيه وهو متجمد نفقة لطفله عن فترة سابقة. القضية بدأت لما المحكمة كانت حاكمة عليه بدفع نفقة شهرية حوالي 2500 جنيه، لكن حسب أوراق القضية حصل امتناع عن الدفع لفترة طويلة، وده أدى لتراكم المبلغ لحد ما وصل ل20,000 جنيه. المحكمة ما خدتش القرار بشكل مفاجئ، بالعكس تم منحه أكتر من فرصة للسداد واتعمل إنذار رسمي أخير، وبعد لما مفيش التزام بالدفع صدر الحكم بالحبس شهر. القضاء هنا كان واضح جدا، النفقة التزام قانوني مش اختياري، ومش مرتبط بالمكانة أو الشهرة. وخلال القضية توفيق عكاشة حاول يقدم طلب لتخفيض النفقة، وقال إنه بيمر بظروف مالية صعبة، لكن المحكمة رفضت الطلب بعد ما تم تقديم مستندات بتؤكد إنه قادر على السداد، وده خلى موقفه القانوني أضعف في الدعوة. كالعادة القضية عملت جدل كبير على السوشيال ميديا، ناس شايفة إن الحكم رسالة واضحة إن القانون فوق الجميع، وناس تانية شايفة إن المبالغ البسيطة دي ما تستاهلش السجن، وفي ناس شايفة إن الموضوع أكبر من الرقم، هو التزام حقوق أطفال. لأن اسم القضية مرتبط بشخصية إعلامية معروفة، فبقى فيه اهتمام إعلامي كبير، رغم إن أصل الموضوع نفقة متجمدة زي أي قضية أسرة في المحكمة. في النهاية القضية دي بتأكد إن النفقة حق قانوني ثابت، والامتناع عنها ممكن يوصل لحبس، ومفيش حد فوق القانون مهما كانت شهرته. مصدر الخبر ده موقع اليوم السابع وبوابة أخبار اليوم وغيرها من التغطيات القضائية. قولولنا في التعليقات، هل شايفين إن الحكم ده عادل ولا كان ممكن يتحل بشكل تاني بعيد عن الحبس؟ ولو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وشيل الفيديو مع أصحابك عشان الكل يبقى عارف الحقيقة. واشوفكم في فيديو جديد، سلام.